يا مساء السعادة والسكر الزيادة. النهاردة هنعمل مع بعض تاني وصفة من وصفات الترندات، التجربة يعني أنا هسميها وصفات التجارب. فتعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. هنعمل البرشميلو وهقول لكم النتيجة في الآخر. أول حاجة هنحط نص كوباية من المية وعليهم معلقتين كبار من الجيلاتين ونقلبهم التقليبة الظريفة ونحطهم على جنب. بعد كده نص كوباية من المية وعليها كوباية ونص من السكر ونص كوباية من العسل الأبيض. عايزة أقول لكم إن النتيجة فظيعة يا جماعة، فظيعة. مش خليكم معايا بس للاخر. وهنقلبهم على النار كده لغايه لما يسيحوا، وهنسيبها لغايه لما تجلي. ولغايه لما تجلي يا ست الكل هنروح نجيب ورقه زبده وهنحط عليها نص كوبايه من السكر البودره ونص كوبايه من النشا، وهنفردهم زي ما انتم شايفين كده على الورقه وهنسيبهم على جنب. واول لما تغلي العسل هنسيبه 10 دقايق بالظبط، وبعد كده تشيليه من على النار. هتاخديه من على النار هتحطيه على الجيلاتين بتاعك وبعد كده تضربي بالمضرب. عايزه اقول لكم قعدنا نضرب لغايه لما قلنا يا بس ايدي من كتر ما احنا قاعدين نضرب فيها ساعتين ايدي يعني بصوا كنت خلاص يعني قلت خلاص هي مش هتنفع. المهم قعدنا كتير نضرب جدا. هنحط كيس فانيليا او كيسين وبعد كده تضربيها تاني كده لغايه لما تعمل الفوم الحلو اللي قدامكم ده. لغايه كده احنا ماشيين تمام. هقسمها على 3 الوان. هعمل مثلا اللون الاولاني بامبا، هنحط عليه نص كيس من الجيلي وهنضربه كده ضربتين بالمعلقه لغايه لما نوصل للون المطلوب. تمام كده تمام. جيلي فراوله طبعا احمر زي ما انتم شايفين. تاني حاجه حطينا عليها لون اخضر، يعني بنعمل كده الوانات عشان الاولاد يفرحوا. واللون الابيض زي ما هو مش هنيجي جنبه. تمام كده تمام. خليكم معايا بس واحده واحده كده. تمام. بعد كده هنحط كل لون في كيس عشان نقدر ان احنا يعني نلعب بيه كده في الصينيه. جبنا صينيه وحطينا عليها زيت وبعد كده برضو بدرناها بالنشا وبالسكر البودره، وبعد كده حطينا بقى الوانات كده يمين وشمال وفوق وتحت. يعني بصوا انا مش عايزاها منمقه قوي، انا كنت عايزاها تطلع مشبحه من جوه. تمام تمام. يعني بعد التعب ده كله هتشوفوا نتيجة مبهرة مبهرة والله. طبعا يعني ما علينا. المهم يعني زي ما انتم شايفين هحط بقى بأي شكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام زي الفل. وبرضو قلت يعني اعمل صوابع طويلة عشان اقطعها صغير كده، قطع صغيرة زي اللي بنجيبها في الاكياس من بره. هوريها لكم دلوقتي كده زي الفل قوي كده. يعني احنا كده وصلنا يعني حاسه ان انا بعمل مثلا ايه الوانات فوق بعضها عشان هبيض الحيطه، مش عارفه ليه. مدياني احساس بكده دلوقتي. عملنا الصوابع وحطها بقى بجنب لغايه لما تمسك خالص. هم قالوا لي ساعه، انا سبتها ساعتين 3 4 5 ساعات يا جماعه. 5 ساعات والله سبتها 5 ساعات. وبعد كده قلت ابدر السكينه همشي يعني هعمل الوصفه بحذافيرها حصفوره حصفوره، والنتيجه طلعت بهذا الشكل الغريب. والله العظيم يعني انا دي تاني مره عملتها بجلوكوز ومره عملتها بالعسل معاكم، بس النتيجه زي ما انتم شايفين ولا طلع برشميلو ولا طلع حتى اي حاجه تانية. عذرا لهذا المنظر بس كنت لازم اوريكم. ما تستخسروش 5 جنيه يا جماعه زي بعض، اشتروا كيس ب5 جنيه للاولاد لما يكونوا عايزينه وخلاص. يعني بدل وجع القلب ده والسكر اللي اتحضر في كل حته. يا رب تكون تجربه النهارده عجبتكم. ولو حد عملها ونجحت معاه يبعتلي في الكومنتات ويبعتلي المقادير تاني لعل وعسى تظبط معايا المره الجايه. لو عجبتكم فقره التجارب دي يا ريت تقولي في الكومنتات ان انا اكمل فيها، ان انا اشوف ترند واجربه معاكم. ويا رب اكون خفيفه على قلبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. يا ريت تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم المره الجايه على خير في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.